لو محتارة في التعامل مع البشر، هي فعلا من أصعب المهارات ولكن أهمها على الإطلاق. اللي يسهلها علينا هو معرفة قاعدة الاحتياجات. البشر احتياجات نفسية متحركة. مارتن سيليغمان الكاتب والعالم النفسي اللي أسس مدرسة العلم النفسي الإيجابي في كتابه السعادة الحقيقية Authentic Happiness قال إنه الإنسان خلق ليزدهر، وتأتي السعادة مع الازدهار، والازدهار بيجي بوجود 5 عوامل سماهم بيرما: positive emotion أو العواطف الإيجابية المحفزة، engagement أو المشاركة، authentic relationships أو العلاقات الطيبة الحقيقية، meaning أو المعنى، وآخر عامل هو الاتشيفمنت أو الإنجاز. فبدون علاقات حقيقية طيبة وطيدة لا يزدهر الإنسان. فعلشان يسعد الإنسان لازم يتعلم مهارة بناء علاقات حقيقية وطيدة، ولو حتى مع 1 أو 2، علشان يساعدوني وساعدهم على الازدهار، وإني أكون دايماً النسخة الأفضل من نفسي.